وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبوباتي، فيديو جديد من مسلسل كوميدي حياتي، حلقة جديدة مليئة بالأحداث كما كتلاحظوا معنا هنايا دنيا كتخاصم على فريدة، قالت لها ديري داكشي اللي قالت لك ميسون، طيبي لهم داكشي اللي بغاو. من بعد انا دخل على قال لها واش كديروا هنايا، علاش ما نمشيوش للبيت ديالكم؟ قالت لي ميسون لا هنا بغينا هنا باش نرتاح الام ديالي. وهو يقول لها صافي بديتو كتحتلوا الدار. وهي تنقز جوليا قالت ليه احترم شويه راسك. وهي تنوض عليها دنيا قالت لها شكون انت بالسلامه، بدات كنخاصم عليها. وخرج السيد محمود قال للدنيا بارك عليك، قالت لي ديما كتجبني انا في المشاكل، راه مرتك هي اللي درت هادشي كامل. قالت لي ولا كتحاول لك مرتك زعما مالك، راه شنو درت لك راه خبت عليك باللي هيستريت راه كانت شفت واحد المره قبل ما تزوج بها شحال هادي، وخبت عليك باللي كانت باقي عايشه. داكشي علاش. وهو يقول لها واش بصح هادشي؟ كتقول دنيا قالت لها راه بصح. وبدا وين خرج ومشى وخلاها تبعاتو، خرجت له في السماحه قال لها سيري بعدي مني. هنا كان معني ايضا يميز كيهضر مع الزوج ديال ديك البنت، قال لها شوف غتطلق منها بغيتي ولا كرهتي؟ قال ليه لا اكيد ما غاديش نطلق منها. ملي كتبان معنا ميسون كتطلب في ماماها، قالت لها عافاك ماما، عافاك يلاه معايا للقصر، حيت القصر غتلقاي فيه راحتك وغديري داكشي كامل اللي بغيتي وغتكوني بخير وعلى خير، ماشي بحال هنايا الا مشيتي ثاني للدار غتعذبي وشحال من حاجه. ماما انك تمشي معايا للقصر. قالت لها لا انا ما بغيتش نمشي للقصر. قالت لها عافاك ماما، بقات كتبوس فيها. قالت لها عافاك يلاه معايا، غتسمى راه غتكوني بخير وعلى خير وغديري كاع داكشي اللي بغيتي وغتاكلي داكشي اللي بغيتي وغتخرجي وغنديروا بزاف ديال الحوايج انا وياك. المهم هو انك تمشي معايا. وبقات كتضحك فيها. قالت لها غنمشيو وغنضحكوا تما ونكونوا بخير وعلى خير وغدوزي نهار زوين. قالت لها صافي واخا وقنعاتها. المهم هنا كيبان معنا صافي جابوا من نورهان للقصر، جابتها ميسون وبهار والزوج ديالها، وهي ترحب بهم. نورهان الدنيا قالت لهم مرحبا بكم في القصر. وميسون هنا بدات كتغوت على فريده، قالت لها سربي وجدي ماما فين حيدي الباز وجدي لها فين جلست. وهي تقول لهم نورهان واقيلا نجلس غير هنا. قالت لها لا جي للصالون باش تجلسي فيه. وهما يدخلوها للصالون باش تجلس تما. بقات غير فريده بقات غير كتشوف. قالت لها دنيا ديري كاع داكشي اللي كيقول لك زعما داكشي كاع اللي طلبوا منك ديري. قالت لها صافي واخا. وهنا دنيا نورهان بدات كتغوت. قالت لها والله يا ربي صافي انتهت زعما الحياه ديالي، اش هاد العذاب فاش كاينه انايا. وبدات كتغوت. قال لها يا سيدي الياس غير صبري شويه دابا غتكوني بخير وعلى خير، غتصبري زعما وغترجع لك صحيحتك. قالت لها داكشي اللي كنتمنى من الله. وهما يديوها بصافي يجلسوها في البلاصه فاش غتجلس. فاش جلست صافي هنايا ميسون قالت لي ماما واش جلستي هنايا صافي تنعسي؟ قالت لها بغيت نتكا هنايا ونجلس. قالت لها يلا اجي. وجلستها. وفاش حطتها بقاو كيهضروا. قالت لهم راه انا عييت بزاف بغيت غير نرتاح ظهري المهم بدات زعما داكشي كتوجع. قالت لهم راه ظهري كضرني بزاف وعنقي. وجلسوها بشويه هي وبهار وميسون والاب ديالها. المهم جلسوها حتى جلسوها. قالت لهم راه بغيت نتكا بغيت نعس. وهما يحطوها باش تنعس. قال لها غير نعسي وكوني زعما ارتاحي. وبدات كتحط لها ميسون بخدمه ظهرها. قالت لها اللهم ارتاحي تكوني بخير وعلى خير. وهنايا دنيا قالت لها انت اللي غنمشيو غير نتهنى منهم. وهي تجي الام ديال دنيا قالت لها وهي تشوفها نورهان. قالت لها اهلا واش داك ميسون هادي؟ قالت لها اهلا كي داير لاباس عليك. وهي ما جاوبتهاش. قالت الدنيا امتى زعما المراه غتبرا باش تمشي بحالتها؟ قالت لها غير غتبرا راه غتمشي. قالت لها ايوا صافي داكشي كنتمنى. وهي بقات كتشوف فيهم. وهي تقول لها جوليا. قلت لها جوليا شنو هاد الهضره توقعتك بلي تبدلتي؟ زعما تبدلتي ما حتى شي حاجه. قالت لها كيفاش غتبدل بعدي مني؟ المهم بداو كيتخاصموا. وهي تقول لهم الام ديال الدنيا شنو بيناتكم نتوما؟ كاينه شي حاجه تما؟ شنو كاين؟ قالوا لها لا والو غير كنتناقشوا صافي. قالت لها من بعد تنساليو هاد الشيء كامل غنتفاهم معكم نتوما. وهنايا السيد الياس قالت له نورهان عافاك حيد لي صباطي. وهو يحيدهم لها. قالت لها حيت وطيت على هاد الصبيه زوينه بزاف وطيت عليها الله اكبر. وهي تشوفها دنيا قالت لها الله اكبر. بقات لها غير الضربيه هادشي كامل اللي درت فينا. بقات لها غير الضربيه. بقات كتشوف فيها فاش كيحيد لها الصباط. قالت لها المهم ولات كتغليها يمشيو باش نرتاحوا منهم حتى اللي غتكون بخير وعلى خير باش تمشي بحالها. وهنايا ميسون بدات كدير لها مساج. قالت لها واش بغيتي واش حيدي هاد الحوايج اللي داكشي الثوب ديال الحرير تلبسيه وترتاحي حيت دابا الدار سخونه وراه كلشي كاين. قالت لها صافي واخا. قالت لها غير جيبي. قالت لها ايوا صافي دابا غنجيب لك. المهم هو تكوني مرتاحه. وهذا بقات معنا سيد الياس صافي خرج من القصر باش يمشي بحالاته. وهو يشوف الاخت ديالو باقي كتسنى فيه. وهي تقول ليه دابا شوف دابا نورهان هادشي كامل اللي درت هادشي كامل باش غير تدخل لهاد القصر وباش توصلوا لهادشي كامل اللي وصلتوا ليه. قالت لي اخا عليك خويا اشنو هادشي درتو في راسكم واشنو هادشي كديروا في حياتكم؟ هادشي على قبل الفلوس درتو هادشي كامل. وقال لها وبقى كيشوفها هو يسكت وهو يقول لها الله.
وهنايا كتبان معنا بارا حتى هي غتخرج من القصر، وهي نيت كتسنى فيها، وهي تخرج قال لها نيت فين غتمشي، قال لها واش غتمشي للخام، قالت ليه لا راه غنمشي للجامعة هي الأولى، غنشوف عندي شي دروس ما درتهم ما قريتهم حتى شي حاجة، نمشي نخرجهم وربما باش نقراهم، الأم ديالي نقدر نجي عندها غدا ولا نصوني ليها ونهضر معاها. قال لها صافي إلا بغيتي كاع بلا كاع زعما ما تجيش للخدمة، بقاي غير تجي عند الأم ديالك. قالت لي لا ماشي ضروري، المهم هو أنني غنبقى نسول فيها ونطلع عليها. قالت لي صافي واخا، نتادا نظر وصافي مشاو هما ركبوا. وهنايا كتبان معنا ليلى كتنشط حوايج وهي تجي عندها جات ساكن وهي تشوف لي. قلت لها فين هي نورهان؟ قالت لي راه ما غاديش تجي دابا، نورهان راه ما مسالياش. قالت لي علاش؟ قالت لي راه داتها ميسون للقصر باش تهتم بها تما اكثر من هنا. قالت لها ايوا يلاه طيبت زعما الماكله وجبتها وجبت داكشي كامل. قالت لها ساكن شنو طيبتي؟ قالت لها راه طيبت بزاف ديال الحوايج اجي تاكليهم معنا. قالت لها صافي يلاه غنمشي للدار غنرجع وغنجي ناكل معاكم. صافي وهنايا مشات كتبان معنا ساكنه مشات للدار. فاش وصلت للدار وهي تلقى واحد الرساله تما وهي تلقاها وقلبتها. فاش بدات كتقلب فيها باش كتقرا لقاتها ديال الضو. قالت الله يا ربي شنو هادشي، وهي تلقاها بلي ما خلصاتش الضو. داكشي علاش قطعوا عليها الضو. بقات كتبكي قالت الله يا ربي شنو زعما هاد المصيبه فاش طحت، شنو هادشي اللي وقع معايا. كون غير زعما يلا غير خلصتو، غير ماشي زعما مده كبيره باش خلصاتو، بقى فيها الحال. وبقات جاتها البكيه. قلت لها شنو هاد الزهر عندي؟ ما عندي حتى شي زهر. دنيا وجوليا وأديبة كتسول فيهم. قالت لهم شنو عندكم، شنو بيناتكم نتوما، علاش ولاو بيناتكم هاد زعما هاد المشاكل كاملين، علاش وليتو بحال هكا؟ وهي تنقز ميسون وهي تنقز دنيا عفوا. قالت لها راه هي اللي كدير هكا حيت تسحب ليها بلي انا لحت نورهان في الدرج. قالت لها جوليا، قالت لها شوفي انا راه شفتك كل البارح اشنو درتي مع ميسون، لهذا انا ما بقيتش عارفه فين غنشدك، واش ممكن تكوني انت نيت ولا ماشي انت، الله اعلم حيت انا ما شفتش حاجه بعينيا. قالت لها وراكي عارفه بلا ما تدخلي مشاكل زعما كل حاجه كتوقع لك خلي داك الحزن اللي عندك في الداخل ديالك خليه لك نتيا، ما تدخليش زعما حلينا حنايا وما تبغيش تعيشينا داكشي كتعيشيه انت، خلي المشاعر ديالك في راسك. قالت لها شنو زعما واش كتقولي لي بلي حيت خلى عليا زعما الزوج ديالي داكشي علاش زعما كتجي لي عاصم كل مره، واش زعما داكشي؟ قالت لها ممكن. قالت لها هذا هو الاهم عندي، هو انك تبعدي منه بلا ما تدخلي مشاكل ديالك، خلي الحزن ديالك لراسك. قالت لها الدنيا، قالت لها شوفي راه حتى انت الزواج ديالك راه ماشي حتى لهيه، راه بلا ما تقولي غير انايا، شوفي راجلك نتيا وشوفي المشاكل كهتمي بمشاكلك نتيا. وبقات كتشوف فيها وهي تقول لها وهي تقول لها اديبه راه عندها الصح، راه حتى انت الزواج ديالك راه ما زعما ماشي شي زواج نيت، راكي عارفه بلي انت خبيتي اكبر شتات على الزواج ديالك. قالت لها ملي جات ميرفت وقلتي بلي ما قلتيش ليه بلي جات لهنايا، حتى انت راكي درتي غلط كبير انك تخبي عليه. وهي تقول لهم راه صافي انا داكشي راه سهل داز زعما دازت عليك سنين هادي علاش دازت. قالت لها ولكن واخا كيبقى خبيتي على الزوج ديالك سر مهم وكبير بزاف. وبقات كتشوف فيها قالت لها دابا راكم بحال وبقات جوليا بقات غير كتشوف وبقات مصدومه من داكشي اللي قالت لها زعما عكوزتها. بقات غير كتشوف فيها. قالت ليه راه بغيت نهضر معاك في موضوع مهم. قال لها هضري معايا. قال لها بعدا واش ولفتي الخدمه؟ قالت لي الحمد لله. قال لها شنو هذا الموضوع؟ قالت لي راه بغيت نهضر معاك على واش ممكن نهضروا على داك زعما موضوع ديال الزواج ديالها وداك المشاكل اللي عندها. قال لها واخا يلا معايا زعما البيرو. وهي تمشي مع البيرو. قالت ليه راه بغيت نقول لك بلي راه صافي بغيت نطلق، بغيت الا كان ممكن نبداو اليوم في الطلاق. وهنا كتبان معنا ايضا كتبان معنا بهار كتخرج المحاضرات ديالها وهو يشوف
داكشي علاش معنا دنيا قالت لفريدة شوفي عطيهم داكشي كامل اللي بغاو وديري لهم كاع داكشي اللي بغاو وما تخليش زعما شي حاجه تنقصهم، ديري لهم كلشي. ويدخل ولد ديال الدنيا قال لها اشنو كديروا نتوما في الصالون، واش بقى لكم غير الصالون زعما تجلسوا فيه زعما ما كاينش شي بيت. وهي تقول ليه ميسون وهي تقول ليه ميسون ما كاين حتى شي بيت زعما اللي غتكون زوينه الام ديالها. وهي تنقز جوليا قالت لها زعما ولي لولدك شويه يحترم راسو، راه زعما الناس زعما كبار وهذا. وهي تنقز الدنيا قالت لها شكون انت بالسلامه، بداو كيتناقشوا. وهو يخرج سيد محمود قال لها شنو مالكم 16 هاد واش كديروا كتغوتوا، قال لها شنو كاين. وهي تقول لها دنيا شوفي يقول لي ولا نقول لي، قالت لها شوف اخويا راه جوليا راه كانت عارفه باللي اول مره فاش ولا ميرفت، قالت لها فاش جات ميرفت راه كانت عارفه باللي عايشه وكانت عارفه بلي على قيد الحياه وما قالتهاش لك وخبات عليك. قال لها واش بصح هاد الهضره اللي قالت الدنيا لجوليا قالت ليه جوليا راه بصح ولكن ماشي بهذه الطريقه. وهو يخرج وهو يخليهم بدات كتغوت قالت لها عافاك ما تمشيش عافاك رجع. وهو يمشي وخلاها قال لها بعدي مني. وهو ركب الطوموبيل ديالو وهو يمشي. انا يانيس كيتلاقى مع الزوج ديال هذيك البنت قال لها شوف بغيت نهضر معاك في شي حاجه مهمه. قال لي شنو هي؟ قال لي راه الزوج ديالك خدمت عليك شكايه ديال الطلاق، واش غتسني على هاد الوراق ولا ما غتسنيش عليهم؟ قال لي شكون انت باش تقول لي نسني هاد الوراق؟ انا مبغيتش نتفرق مع الزوجه ديالي. ولا كتبان معنا ميسون والام ديالها يلاه كيهضروا وهي تكتصل التليفون ديال ميسون. وميسون هي تنوض وهضرات في التليفون مع اسماعيل قال لها بغيت نشوفك ضروري. قالت لها صافي واخا. وهي تقول الام ديالها قالت لها الام ديالها ما عمرك كنتي كتهضري، قالت لها راه غير واحد الصديق ديالي قال لي اجي حيت بغيتك تحضري معايا المحاضرات. قالت لها دابا غنمشي. قالت لها لا ما غاديش نمشي نخليني بوحدي. قالت لها لا راه غنهضر مع خالتي ساكنه تجي عندك. قالت لها صافي واخا وهي تمشي. وهنا دورها كتصوني على ساكنه قالت لها اجي عندي. كتبان معنا ساكنه كتبكي قالت لها الله يا ربي كاين اللي درت بزاف ما عندي باش نتغطى ما درت والو ما عندي كذب ولا شي حاجه. وهي كتصوني عليه وهي جاوباتها قالت لها اجي عندي. قالت لها راه ما نقدرش نجي عندك حيت عارفه الدنيا كيفاش دايره في عقليتها غدير لي ثاني شي حاجه ولا غتخاصم عليا. قالت لها لا قالت لها غير اجي ما تخافي انت شي حاجه. وهي تمشي عندها. هنا كيبان معنا ايضا كيبان معنا السيد محمود في البيرو ديالو بدا كيغوت. قالت لهم صافي حبسوا علي كاع الناس اللي غيجيو عندي ما بغيت حتى شي واحد يجي عندي اليوم انا بغيت نكون بوحدي. قالت لي السكرتيره صافي واخا هي سريت جات عندها جوليا قالت لها عافاك بغيت نهضر معاك شي حاجه ضروريه. قالت لها شنو هي؟ قالت لها بس. قالت لها عافاك بغيت نهضر معاك. وهي تخرج قالت لها يلاه خرجوا لبرا نشربوا زعما الشاي ونهضروا. وهي تخرج معاها. فاش كانوا كيهضروا قالت لها شوفي انا راه السيد محمود راه خرج من الدار ومشى. قالت لها علاش؟ قالت لها بس. قالت لها راه فاش كنعرف بلي كنتي جيتي اول مره قبل ما نتزوجوا عارف دابا الحقيقه بلي كنتي جيتي. قالت لها عافاك واش تقدر تهضري معاه حيت انت منك بوحدك مناش كيسمع زعما الهضره وهذا. قالت لها صافي واخا بقاو كلهم كيبكي. قالت لها جوليا عافاك سمحي لي بزاف على داك الشيء كامل اللي واقع سمحي لي ولكن ما نقدرش نخسر زعما الزوج ديالي. هنا كيبان معنا ميسون والمحقق. وهي توصل عليه قالت لها شنو بغيتي علاش صرتي عليا شنو كاين؟ قال لها راه بغيت نهضر معاك في شي موضوع مهم. قال لها سبحان الله البارح كنتي بغيتي تشكي على عمتك والبارح ثاني على جدك. قالت لها راه عمتي حيت لحت امي من الدرج داكشي علاش كنت بغيت نشكي بها. وقال لها ودابا قالت لي دابا لا صافي دابا زعما ارتحيت.